قايمه من النوم لسه، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، بشوف هنفطر ايه النهارده. رميت ودني كده لقيت في البيت بيقولوا ان احنا هناكل النهارده اكل بحري، يعني صباح الزفاره. قلت صباح الزفاره إيه يا جماعه؟ ده انا ما بحبش اصلا ريحه السمك في البيت. لقيت المشبك هنا قلت بس اسد فيه مناخيري عشان السيره اصلا لوحدها كتمتني. قمت اشوف بقى بالظبط هما جايبين ايه، لقيت جايبين جمبري وجايبين صدف. مش عارفه ايه اللي هناكله في الصدف ده، بس هو شكله من بره حلو، بس انا مش عارفه ايه اللي جواه ان احنا ممكن ناكله. وبعدين لقيت طبق توم جنب كل ده. لا فرق معايا يا جماعه الصدف ده ولا فرق معايا الجمبري، ما فرقش معايا غير السمبوسك دي. ايه اللي جابها في وسط كل ده انا مش عارفه. فجاه لقيت فيه توم مفروم، وفجاه لقيت فيه ليمون المفروض ان انا اغسله كويس جدا واقطعه نصاص، عشان ما هو اختي محتاجه نص كوبايه ليمون تحطه. المهم عصرته وخلصت، قلت يا رب يا رب ان الليمون ده يطلع نص كوبايه، لانه حرفيا حرق ايدي ولسع ايدي من كتر التعوير اللي في ايدي. وتقريبا كده والله اعلم جت نص كوبايه زي ما هي ما عايزه، وحمدت ربنا يعني. فجاه لقيت في جزر مبشور، وفجاه لقيت في طماطم طالعه وفلفل اخضر. انا مش عارفه، مش فاهمه اي حاجه غير ان في صدف جنبي وفي جمبري. كل ده ليه؟ انا مش مستوعبه اي حاجه غير ان انا ازاي همسك دي واكلها. يعني دي هتتاكل من انهي ناحيه؟ المفروض انها دي كده بتقولي انها هتنزل في الطاسه وتتحمر ومش عارف ايه. تمام. المهم لقيت في فلفل اخضر وفي طماطم مبشوره، وفي بقى ان انا ماسكه الصدف ده. ايه اللي هيتاكل منه يعني؟ ايه اللي جوه ده ممكن اطلعه اكله؟ كل ما امسك واحده الاقيها بتنتشها من ايدي تقولي وسعي وسعي. مش فاهمه في ايه اللي انا عملته في حياتي يا ربي. المهم ان انا قعدت اكتشف ايه اللي جوه دي. يعني ده كده ليه غالي؟ يعني الصدفه دي ايه اللي غالي فيها؟ انا كل فكرتي عن الصدف ده ان هو بلاقي جواه الماسه. المهم ان انا اترعبت من شكله اصلا وسبته. وبعدين هنا ريحتها وعملت لها السمبوسك اللي هي عايزاها جنب الزفاره دي. انا مش عارفه ازاي، وغطيتها كده علشان ما تنشفش. ورحت تاني للصدف اكتشف هو برده جواه ايه. كل ما امسكه تضربني وتسحبه من ايدي. قلت خلاص خليني في الجمبري اكتشف ده ازاي هناكله، او ده شكله عامل ازاي. امسك واحده تضربني على ايدي. قلت لها يا ستي والله ولا سيبالك المطبخ وماشيه. ارجع تاني ايدي تكوني ان انا ازاي دي هاكلها. انا مش مستوعبه. انا اول مره في حياتي هاكل جمبري، وانا اصلا من زمان وانا ما بحبوش وما بحبش اصلا سيرته. فبالكم انا دلوقتي ماسكاه في ايدي. يعني ده هيتقشر؟ ده جواه حاجه تتاكل؟ هاكله هو وعينه ولا اسيب عينه دي؟ بعدين هي ليه عين واحده؟ وبعدين هي نزلت بقى بالسمنه وزيت تقريبا، وبعدين حطت عليها البصل، وبعدين نزلت بالفلفل الاخضر، وبعدين حطت الجزر، وقعدت تقلب كويس جدا. طبعا مش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل حواليا دي. وبعدين حطت التوابل، وبعدين قعدت تقلب كويس كويس جدا التوابل دي. ولا فاهمه اصلا هي حطت ايه غير هو الملح عشان لونه ابيض بس. وبعدين قالت لي روحي هاتي الجمبري عشان نحطه، بدل ما انت واقفه كده ما بتعمليش اي حاجه. رحت جبت الجمبري وماسكاه بطراطيف صوابعي، وبعدين حدفته في الحاجات اللي هي حطاها ده. وبعدين قالت لي هاتي الطماطم المبشوره، وحطيت ده كله. قعدت تقلب تقلب تقلب. يا جماعه الشكل جامد. وبعدين نص كوبايه الليمون جت حدفتها كده اللي انا تعبانه وشقيانه فيها. وبعدين نزلت بالصلصه. قلت لها هتحطي صلصه ليه؟ ما احنا حاطين طماطم مبشوره واي صرف وخلاص. قالت لي بس يا حبيبتي. قلت لها تمام. وبعدين راحت قالت لي هنحط فيها ميه ونسيبها شويه. طبعا لوهله اكتشفت ان انا مش فالحه في اي حاجه غير ان انا اعمل سلطه كول سلو. جبت الكرومبه دي، مش فاكره اسمه كرومب ولا اسمه كابوتشي ولا اسمه ايه. المهم حطيت عليه المايونيز وحطيت عليه الزبادي والسكر والعسل وكله تمام. وبعدين بشرت الجزر وجيت حطيته عليه. يا جماعه طعمها جامد جدا، كفايه شكلها. فنانه يا ريم، فن اسطوره. المهم نرجع تاني للقواقع دي ولا الصدف ده تاني. نفس طريقه الجمبري بالظبط اتعملت بيها كده. خش بقى على الشكل الاخير كده. السلطه الخضراء اساسيه. ادينا في الصدف. الصدف يا جماعه موضوع تاني. صينيه الجمبري دي، انا عشقت الجمبري بعد ما دقت. انا بعد ما دقت عشقت الجمبري. طبعا تسلم ايدي على الموضوع ده. اقل حاجه يا جماعه دي، يعني الكول سلو دي لعبتي ترى. والرز دي، الرز ده بقى دي حركات انا بقى. دي كده اللمسه الاخيره من الشيف ريم. الجمبري ده يا جماعه عالم تاني. تصويري ده تصويري وفني. الجمبري طلع حلو قوي يا جماعه.